هو ليه لما واحد يجي يطلع يقول يتكلم في التلفزيون يقول لك إن في تردد بيتحكم في عقلك الناس بتبدأ تصدقه، وإن لما واحدة برضه تطلع تقول إن إبليس بدأ يجهز جيشه عشان يغزو الأرض فالناس تبدأ تصدقه، ولما واحد يطلع يقول إن التطعيم بتاع كورونا ده فيه شريحة عشان تتحكم في عقلك فالناس برضه بتطلع تصدق. السؤال هنا هو إحنا ليه بنصدق الخرافات؟ ده برنامج مهم وأنا مصطفى أسامة. من زمان جدا والإنسان بيحب يفسر كل حاجة، فلما يلاقي إن في حاجة مش مفهومة أو ملهاش تفسير بيفسرها على إنها قوة إلهية أو قوة خفية، ولو الحاجة دي طلعت مش مفهومة بيحاول يخترع لها سبب خفي. يعني مثلا زمان لما الشمس كانت بتختفي ما كانوش يعرفوا إن في حاجة اسمها كسوف، فكانوا بيقولوا ده إله الغضب. لما بيسمعوا حد صوت عالي بيقولوا ده الجن. سؤال مهم، هي ليه الخرافة بتريح؟ لأن الخرافة ببساطة بتديك شعور إنك فاهم حتى لو أنت فاهم غلط، بتخليك تحس إن أنت مميز عن بقية الناس اللي هي المغيبة، وهي دي أسهل من إن أنت تقعد تدور على حقيقة ممكن تكون معقدة وأنت ما تفهمهاش. فتفسرها انها خرافه وتبقى انت فاهمها وباقي الناس مغيبه احسن. يعني عندك واحد شبه دكتور محمود صلاح اللي هو بيطلع على قناه اليوم وبيقول على نفسه اللي هو عالم في علم الطاقه، اللي هو ما تعرفش اللي هو درسها فين او في حاجه اصلا بتدرس اسمها علم الطاقه ولا لا. هو طريقه كلامه بيتكلم وهو واثق من نفسه جدا فالناس بتبدا تصدق. بعدين بيقول مصطلحات مش سهله على الود فالناس ما بتدورش على تفسيرها. يعني بيقول لك مثلا بيقول لك ترددات، ذبذبه، سيطره عقليه، وبعدين هو في كل كلامه بيجمع بين الدين والسياسه والكواكب والنجوم، فما فيش دراسة واضحة ليه أصلا. ولكن أنت لما تسأله تقول له فين المراجع أو فين الكلام بيقول لك موجود بس مش هوريك. طب مش هتوريني ليه؟ ما أنت كده ما عندكش أي إثبات أو أي دليل علمي، يبقى أنت كده أصلا بتهري بتقول أي كلام. وعندك واحدة شبه دكتورة مايا صبحي ظهرت فجأة واختفت فجأة، كانت بتطلع على التلفزيون أول لما طلع ترند كانت بتتكلم برضه في حاجة غريبة، تقول لك الماسونية والعين الواحدة التي تحكم العالم وتسيطر على العالم وإبليس ومخططات عالمية. يعني أنا مثلا عملت سيرش على واحد شبه دكتور محمود صلاح، دخلت لقيت إن هو واخد دكتوراه في علم الطاقة. دخلت اعمل سيرش ايه هو علم الطاقه، هل هو معاه دكتوراه في علم الطاقه النوويه؟ لا، هو معاه دكتوراه في علم الطاقه الروحيه والابراج. مفيش حاجه اسمها كده. دكتوره مايا صبحي دي واخده دكتوراه في الفيزياء وعلم الطاقه. يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها علم الطاقه. الناس بقى صدقت انها فهمت اللعبه، فهمت اللعبه ماشيه ازاي بتاعه الكون وفهمت اللعبه بتاعه الحياه ماشيه ازاي، والناس بدات تصدق. بس لو رجعت وقعدت تدور مش هتلاقي ولا دليل علمي ولا بحث علمي منشور ليها. طب هم ازاي بيقنعوك؟ هو بيقنعك بالثقه الجامده اللي هو بيتكلم بيها، بيخليك تقول من المصطلحات الجامده اللي هو بيستخدمها، تقول يبقى هم اللي فاهمين وانا اللي مش فاهم. ولما بيقعد يكرر نفس الجمله كتير، الماسونيه الماسونيه الماسونيه، فانت لما بتتردد على عقلك كتير فبتفتكر ان دي حقيقه وان انت اللي مغير. السوشيال ميديا هي اللي صنعته. يعني من الاخر السوشيال ميديا دي هي ماكينه الخرافه. فيديوهاتهم بقت بتوصل لملايين ومشاهدات كتير ومشاركات كتير، لان طبيعي خوارزميات الفيسبوك واليوتيوب بترفع الحاجه اللي بتشد الانتباه مش الحاجة الصحيحة. هي ملهاش دعوة يا صح ولا غلط. فتلاقي كلامهم بدأ ينتشر في كل حتة، واتساب وفيسبوك وانستجرام ويوتيوب، وبقى حالات وبقى ريلز، فالناس تبدأ تتكلم عليه على القهاوي. فانت لو مش مصدق حتى بتسمعه كتير فهتبدأ تقتنع. وفي ناس برضو تانية بتتكلم مثلا على التنمية، على علم التنمية البشرية بدون اي دليل على علم التنمية البشرية اللي هم بيدرسوه ده. ما تعرفش هم درسوه فين. في واحد كان بيقول لك ابعت نيتك للكون والكون هيرد نيتك. الكون ده مش شركة ارامكس يعني بتاع الشحن عشان يرد نيتك. الجمهور اللي بيصدق، على فكرة الجمهور اللي بيصدق ده برضه مش شرط يكون جمهور جاهل، احيانا بيكون مثقف بس خايف يدور على الحقيقة، او ببساطة بيبقى زهق من الحقيقة ومش عايز يسمعها تاني، هو عايز يسمع كلام اللي يشد الانتباه. لكن من جه في مؤامرات حقيقية، في مؤامرات حقيقية حصلت، زي مثلا ملفات السي اي اي، فيها ملفات تجارب على البشر حقيقية بس ليها وثائق وليها كتب وليها مراجع موجودة على النت، مش شوية صور وريلز موجودة على الفيسبوك الناس بتنشرها وخلاص. والمشكلة برضو ان الخرافة دي لما تتحول لعقيدة يبدأ يرفض اي نقد ويشكك في كل حاجة موجودة في الكون ما عدا المصدر اللي هو بيجيبه، وده بقى بيبقى اخطر من الخرافة نفسها. يعني مثلا لقاح كورونا، لما الناس قالت لك ان هو في شريحة هيخلي الشركات تتحكم فيه، رغم ان هو اصلا مش محتاج يركب لك شريحه. ده هو انت التليفون بتاعك اول حاجه بتعملها بتديله اكسس على كل حاجه، هيركب لك شريحه تعمل بيها ايه؟ ملهاش لازمه معاه. هو انت كده كده ملفاتك كلها عنده.
طب أنت تعمل إيه لو عايز تتأكد إن الكلام اللي هو بيقوله ده صح ولا غلط؟ اسأله دايما مين المصدر، مين اللي قالك الكلام ده، واسأله دايما عن هو في رأي تاني ولا لأ، ولا انت مجرد رأيك بس اللي بتعرضه وبتقفل على كده. صدق لما يكون في دليل مش في كلام حماسي وخلاص. وحاول دايما انت ما تبقاش سبب في نشرهم، وفكر دايما قبل ما تشارك اي فيديو او جملة. ساعد كل الناس اللي حواليك انها تفهم. الخرافة عمرها ما كانت حل او طريق، بس التفكير هو اللي بيخليك حر وبيساعدك ان انت تفهم كل اللي حواليك. علشان كده ده برنامج مهم. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس. انا ما عنديش حد، بس انا بحب اتكلم مع نفسي يعني. يمكن حد يجي يدخل يبقى يعمل لايك وسبسكرايب يفعل زر الجرس. مع السلامة.